سلفية مبارئة لكل الأديان والفرق والمناهج المنحرفة. السلفية المبارئة وهي الطائفة التي تبارئ أهل الكفر والبدع والفسوق، وتوالي أهل الإسلام من أهل السنة الطائعين، وتنقد كل باطل بالأدلة الصحيحة الصريحة الشرعية وتنكره، وترد على كل مبطل ومبتدع وجاهل ومتعالم ومتطاول، وتقول للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت، وللمخالف خالفت وللمحق أصبت، وتسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية وإن أخذ مالها وجلد ظهرها ومنعها حقها، ولا تسبهم ولا تحرض العامة عليهم، كما لا تقرهم على باطل ولا تترك بيان الحق بحجة الطاعة المطلقة لهم، ولا تواليهم موالاة مطلقة كما يفعل الموالية، وتسعى لإصلاح القلوب والأنفس والأديان بالعلم الشرعي الصحيح والدعوة إلى الله به دون طلب تكتير ولا تجميع على حساب الدين، بدءا بالعقائد والمنهج فالعبادات فالمعاملات فالأخلاق، لأنه أساس صلاح الأسر والمجتمعات والأبدان ودنيا الناس وآخرتهم. ولا تنازع الأمر أهله، فتدخل المعترك السياسي لأجل الوصول إلى السلطة بحجة إجبار الناس على الحق قبل تعليمهم، ولا تستغل الدعوة لأغراض شخصية والتواءات حزبية وتلاعبات بمنهج التجريح والتعديل بتزكية وتقريب السفهاء والجهال وإسقاط العلماء والنبهاء، وتربية الناس على التقديس والتعصب للرجال لا تقديم الدليل والبرهان. فنحن على هذا نسير وإن وسمتمونا بالسروريين أو المداخلة، وإن رغمت أنوف الحزبيين والخوارج والسروريين والمميعين والصعافقة والموالية، بل والكافرين ودعاة وحدة الأديان والإبراهيميين. ولكن لا بيعة مطلقة لا للإمام محمد بن عبد الوهاب ولا للمشايخ الجامي ولا ربيع المدخلي ولا فركوس ولا رسلان ولا حتى لابن تيمية شيخ الإسلام، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. لذا فالحقيقة أنها لا شرقية ولا غربية ولا مدخلية ولا جامية ولا تيمية ولا وهابية ولا فوزانية ولا فركوسية ولا رسلانية، بل هي ربانية ثم محمدية ثم سلفية مبارئة لكل الأديان والفرق والمناهج الدعوية المنحرفة.